ردتنا عايشين في فوضى، عايشين في فوضى عارمة. وتفضلوا باش ما نحتكرش الكلمة. السلام عليكم. باشا، عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ربي سبحانه يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني حتى الأنعام ما تكونش عندنا ثروة حيوانية بدون ماء. واليوم الأزمة تاع الماء ولات قاست حتى الثروة الحيوانية. مرة تكلمت مع إنسان مربي بقر، قال لي البقرة في اليوم قال لي تشرب حتى 150 لتر من الماء، 150 لتر من الماء. يعني قلت سبحان الله. هذه في قريه فلاحيه. تكلمت معه قلت له ورا البقر، قال لي ما عندناش. قال لي ما نقدروش. قال لي انا لا قدرت نقدر ندير غير بقره واحده برك نربيها. اذا الماء هو الحياه، والحرب القادمه هي حروب على الماء. حتى الحروب القادمه على الماء، على الماء. اللي قدامه الماء يعيش، اللي ما عندوش الماء ما يعيش. اذا وجعلنا كما قال ربي سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي. الولايات، نتكلم على التخطيط الأولي بعد الاستقلال. كانت الأحياء العمرانية المنظمة، كانت عندنا أحياء عمرانية منظمة لكل حي. كل حي 700 مسكن، 200 مسكن، 300 مسكن، 400 مسكن. كل حي عنده ان شاطو دو، عنده خزان خاص به للمياه. يعني كل يوم عندهم مراقبة لدورية المياه في ذلك الحي. إذن التخطيط جاء التخطيط هذا بعد دمار رجال التخطيط. كي واحد يخطط لك باش ينحي لك الرجال اللي يعرفوا يخطوا البلاد ويعرفوا ينظموا البلاد ويعرف كيما الاب هذاك اللي يعرف يربي ولاده. كي يربي ولاده كي يكبروا ولاده كل صالحين. ولاد انسان الله غالب عليه، ولاده ربما نصف ينظر مليح ونصف ينظر موس مليح. اذا البلد والعائله نفس الشيء. ربي سبحانه يعني اعطانا صراط، واعطانا عقل، واعطانا تدبير، واعطانا نخبه، واعطانا رجال، واعطانا ناس مفكرين مبدعين. حطمنا كل شيء. احنا خربنا بيوتنا بايدينا، احنا خربنا البيت تاعنا بيدينا. اذا تكلمنا على الانقلاب. ما هو الانقلاب؟ وفسرناه باللي الانقلاب كما الانسان اللي يجي يدخل لك للبيت تاعك ويدير لك فيه ارتباك ويدير لك فيه شونطاج ويدير لك يخليك عاجز. الانقلاب يخلي الامه عاجزه. كاينين الناس يتستروا ويهضروا على الازمات ولكن قلب الموضوع ما يتكلمش عليه. الصح ما يتكلمش عليه، يتكلم على الازمات، يتكلم يمشي في الكلام تاعو الا مع الازمات، ولكن مسبب الازمات ما يتكلمش عليه. خط احمر. الا نتكلموا بصراحه تامه وشفافه. احنا كنا نحطوا دوكا ونديروا مثلا دراسه للجزائر على المباشر. نلقاو الحلول ونقولوا هذه النقطه السوداء سببها فلان، سببها الحكومه الفلانيه، سببها كذا، سببها. اذا الحلول موجوده، العقول موجوده. المخربون هم اللي راهم يخربونا في الافكار. اذا الماء هو الحياه، الماء هو الحياه. وربي سبحانه كي جعل هذا الماء هو الحياة. رانا اليوم نتكلم عن مشاكل الماء. الماء لكل ولاية، كل ولاية. أنا نعرف من التسعينيات، من 1990 نسكن أمام عين فوارة. عين فوارة بعيدة عليا 200 متر، وعندنا أزمة ماء في 1993 بدأت الأزمات. لماذا؟ من قبل ما كانش الأزمات، بعد 93 بدأت الأزمات. إذن الانقلاب